السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أغلى أخوات ومتابعين في الدنيا. يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. معاكم يوميات أم سيف. لو أول مرة تشوفوا قناتي ياريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان كل ما أنزل فيديو جديد تتفرجي عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. النهاردة هنعمل مع بعض الكشري المصري. طبعا كلنا بنحب الكشري المصري، وهنعمله النهاردة بطريقة سهلة جدا، يا رب تعجبكم. أول حاجة معايا مية بتغلي على النار، هنزل فيها المكرونة بتاعتي. ومعايا حلة تانية حاطة فيها زيت يسخن عشان أحمر فيه البصل، واخد الزيت بتاعه أعمل فيه بقية الكشري بتاعي. طبعا المكرونة حطيت عليها ملح وزيت وبدأت أقلب فيها وأغطي عليها واسيبها تستوي. هي الناحية التانية عدس بجبة بيستوي. غسلت العدس وحطيته في حلة وزودت عليه مية وحطيته على النار من غير أي إضافات، وياخدش وقت في السوا، بيستوي معايا على طول. وهتشوفوا معايا هعمل فيه ايه تاني. معايا حمص، ده حمص الشام حجم كبير، نقعده 3 4 ساعات وحطيته على النار يستوي. الزيت بتاعي سخن. معايا بصل قطعته شرايح رفيعة زي ما انتوا شايفين، وحطيت عليه دقيق. بدأت أقلب البصل مع الدقيق، وهبدأ أنفض الدقيق من عليه وانزل في الزيت بتاعي السخن. وممكن تاخدي البصل كله تحطيه في مصفى تنفضيه كله مرة واحدة من الدقيق اللي عليه وتنزليه، او تعملي زي ما انا عملت بايدي كده، تنفضي الزيت الدقيق منه وتحطيه في الزيت. خلصت كمية البصل اللي معايا، بدأ يدخل في السوا اهو، كل شوية تقلبي فيه عشان ياخد اللون الاصفر الجميل بتاعه عشان ما ينحرقش منك. وده المكرونة بتاعتي استوت، هبدأ اصفيها. وده العدس كمان استوى، ولسه هوريكم هعمل في العدس ايه تاني. صفيت المكرونة بتاعتي وحطيتها في مصفى، وبدأت أقلب في البصل بتاعي. واما اشيل البصل من الزيت، هاخد شوية من الزيت اقلبه مع المكرونة بتاعتي. ده العدس ابو جبة بتاعي، وده العدس بجبة. جبت طاسة وصفيت العدس بتاعي وبدأت انزل على في الطاسة واقلب فيه من وقت للتاني عشان يديني اللون المجير بتاع المحلات. حطيت عليه معلقة ملح عشان في السليق ما كنتش حطيت عليه ملح عشان يطعمه، وهنزل عليه بمعلقة من الكمون وهقلبه واسيبه يستوي. معانا الحمص بتاعنا، كل شوية وابص عليه بدأ يدخل في السوا، احط عليه معلقة من الكمون. مش هحط الملح دلوقتي لما يستوي خالص. وقلبته واغطي عليه واسيبه يكمل سواه. ودوت البصل بدأ ياخد اللون بتاع الاصفر الجميل. طبعا كل شوية بقلب فيه عشان ما ينحرقش. كده خد اللون اللي انا عايزاه. ابدأ اطلع البصل بتاعي على مناديل مطبخ عشان تشرب منه اي زيت، واخد الزيت اللي طلع منه واكمل بيه بقية الكشري بتاعي. طبعا الزيت اللي طلع منه متنكه بالبصل اللي كان فيه، هيدي للكشري بتاعي طعم جميل. ويا ريت لو مكمله معايا الفيديو للاخر دوسي لايك. خدت شويه من الزيت ونزلت عليه بالشعريه، بدأت اقلب في الشعريه بتاعتي لحد ما اديها اللون الاصفر الجميل بتاعها. الشعريه معايا اتحمرت، هبدأ انزل بالرز بتاعي.
واشوح الرز مع الشعرية. الرز لما يكون متصفي كويس من المية بتاعته بيتشوح بسرعة، ما بياخدش معانا اي وقت. اتشوح معايا بسرعة. هبدأ انزل عليه بالملح، وهنزل عليه بالمية، واغطي عليه يستوي. نزلت بالملح، اقلب الملح مع الرز مع الشعرية، وانزل عليهم بالمية، واغطي عليه واسيبه يستوي. يا ريت لما مكملة معايا الفيديو صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. دلوقتي حطيت المية بتاعتي، وهغطي واسيبه يستوي. طبعا بسيبه على نار عالية، واول ما يتشرب اوطي النار عليه، اقلبه واوطي النار عليه واسيبه يكمل سواه. ادي العدس بتاعي لونه بدأ يغير زي ما انتوا شايفين، زي بتاع المحلات اللي بره. وادي الحمص بتاعي خلاص قرب يستوي. الرز بتاعي اتشرب، قلبته تقلبتين وهوطي النار عليه. معايا حلتين، حلة هعمل فيها الدقة بتاعة الكشري، وحلة تانية هعمل فيها الصلصة بتاعة الكشري. اول حاجة هعمل الدقة، نزلت في الحلة الصغيرة معلقة من التوم، برضو الزيت بتاع البصل اللي انا قلتلكوا عليه هو اللي بعمل بيه الدقة. هقلب التوم يا دوبك يتشوح. انا مش عايزة التوم بتاعي ينحرق، انا يعني يصفر، انا عايزاه يا دوبك يتشوح بس، عشان ما ينحرقش معايا وطعم الدقة بتاعتي تكون ممررة. يا دوبك تشويحة كده بسيطة، وهبدأ انزل عليه بالكزبرة. طبعا انتوا عارفين ان اي حاجة فيها توم بنحط لها كزبرة عشان بتديها طعم حلو مع التوم. وهنزل عليه كمان بمعلقة من الكمون، وهنزل عليه كمان بمعلقة من الملح. هقلب التوابل بتاعتي ديت مع التوم. قلبت التوابل بتاعتي مع التوم، وهبدأ انزل عليهم بنص كوباية من الخل. دي نص كوباية من الخل. هقلبه تقلبتين. وهنزل عليه بكوبايتين من المية. الدقة اللي هي بتبقى على النار. في دقة تانية بتتعمل على البارد، بندق لها الثوم ونحط لها التوابل والملح والخل والمية، بتبقى على البارد وبتقلبيها. بس اللي بتتعمل على النار دي الثوم بيستوي شوية، فما بيبقاش طعم الثوم باين قوي فيها، بتبقى طعمها جميل جدا. جربوا الطريقة ديت وان شاء الله تعجبكم قوي. وادي كوبايتين المية حطيتهم، وهقلبهم وياخد غلوة. طبعا بتدوق الملح بتاعه، لو عايز ملح تاني حطيله، لو مش عايز خلاص. وكده بتكون الدقة بتاعتنا جاهزة. هتغلي بس غلوتين وخلاص نطفي عليها وتبقى جاهزة ان شاء الله. هنبدأ نجيب الحلة التانية، وننزل عليها بمعلقة من التوم، ونقلب التوم برضو يتشوح معانا.
هنشوح التوم وننزل عليه بمعلقة من الكزبرة، ونقلب الكزبرة مع التوم، ونبدأ ناخد نص كبشة كده من الدقة بتاعتي احطها عليهم، بتفرق جدا في الطعم بتاعها. جربوها وان شاء الله تعجبكم. بعد ما نزلنا بحبة من الدقة قلبناهم، هننزل بعصير من الطماطم، ونبدأ نقلبها، وهنبدأ نحط عليها التوابل بتاعتنا. نحط الملح، وهنحط معلقة من الفلفل الأسود، ومعلقة من الكمون. الملح معلقة كبيرة، والفلفل الأسود معلقة صغيرة، والكمون معلقة صغيرة، وهنقلبهم ونسيبهم يغلوا على النار. وادي الرز بتاعي استوى. والحمص كمان استوى. الحمص بتاعي هنبدأ ننزل عليه بمعلقة من الملح، وندوقه، لو عايز ملح تاني نحطله، وكده يبقى جاهز معانا الحمص بتاعنا. هياخد غلوتين وكمان وخلاص، ويبقى جاهز كده معانا. الملح لازم يتحط في الاخر يا جماعة، عشان الحمص بياخد وقت في السوا شوية. يعني لو تعملي الكشري ابدأي احط الحمص اول حاجة. هنبدأ نعمل الشطة، الزيت بتاعة الكشري معانا برضو زيت من بتاع البصل، وهنبدأ ننزل عليه ب3 معالق من الشطة. الشطة دي حامية جدا يا جماعة، خلي بالكم وانتوا بتعملوها تكونوا شغالين الشفاط، عشان الريحة بتاعة الشطة تبقى حامية جدا عليكم. اول ما تلاقي ريحة الشطة طلعت هنقلب فيها كده، اول ما الاقيها اتحمصت وريحتها طلعت هننزل عليها بطماطمايه متقطعة مكعبات، زي ما انتوا شايفين طماطمايه متقطعة مكعبات. وخلوا بالكم يا جماعة من الريحة، الريحة جامدة جدا. الشطة الزيت دي بتكون قوية جدا في الحمو بتاعها، فخلوا بالكم وانتوا بتعملوها. انا بعيط من الريحة بتاعتها. هنقلبها تقلبتين وخلاص استوت معانا على كده. ودي تبقى الشطة الزيت بتاعتنا اللي بنجيبها من المحلات، طريقتها سهلة جدا. وادي كمان الصلصة بتاعتي هتاخد غلوتين وكده بتكون جاهزة معانا. وادي الكشري بتاعي بعد ما قدمته، يا رب يكون عجبكم، وهوريكم هو بنقدمه ازاي. اول حاجة نحط المكرونة، وعليها الرز، عليها العدس، عليها الصلصة، بنوزع عليها الصلصة، وهنحط عليها شوية من الدقة. بنحط عليها كل مكونات الكشري اللي معانا، بس ما بنحطش الشطة. الشطة ديت بتبقى على جنب، على حسب ما انت عايزة تحطي شطة حطي، عايزة ما تحطيش ما تحطيش، على حسب اللي بياكل. وهننزل عليها كمان بالحمص،
وهننزل عليها بالبصل. وده بيكون الشكل النهائي لطبق الكشري بتاعنا الجميل. يا رب تكون الوصفة بتاعتي عجبتكم النهاردة واستفدتم بحاجة مني. ولو عجبكم الطريقة ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناة من كلمة الاشتراك اللي تحت، وتفعيل كلمة الكل عشان يوصلك كل الإشعارات بكل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها. عايزين مني أي وصفة اكتبولي في التعليقات، ويا رب أكون خفيفة على قلوبكم. وصلت لكم المعلومة. دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.